حصل حاجات كتير غريبة وحكايات أكتر، لو كنت سبت نفسي في الكلام مش هخلص. علشان كده مش عايزة حد يقاطعني في الكلام. لو كنت لسه أول مرة بتسمعني فأنت فايتك كتير، ولازم ولابد إنك ترجع للجزء الأول وتسمعه، وبعدها ترجع تكمل معايا بقية الحكاية. هسيب لكم الجزء الأول في الوصف وهيظهر في البايو دلوقتي، وياريت تعمل لايك وتعليق حلو على ذوقك، وما تنساش تشترك بالقناة لو كنت لسه مشتركتش. ويلا بينا نكمل الحكاية. لقيت بابا واقف عند الباب وبيقول لي: هو انت لسه صاحية يا رانيا؟ اتخضيت وبان عليا الخضة. لقيته قرب مني وهو بيقول: مالك يا رانيا، انت كويسة؟ الحمد لله يا بابا كويسة. طيب كفاية سهر بقى ونامي، انا وماما هننام علشان تعبانين من اللي حصل الايام اللي فاتت. ماشي يا بابا، تصبح على خير. مش عايزة اي حاجة قبل ما اروح انام؟ لا يا بابا، عايزة سلامتك. خرج بابا وقفل الباب وانا حرفيا باخد نفسي بالعافية. ورغم انه طلع ومفيش حاجة، لكني كنت حاسة بطاقة سلبية حواليا في كل مكان، حاسة اني مش لوحدي. وعلشان موهمش نفسي على الفاضي قررت اكمل مذكرات جدتي، وحاولت اقنع نفسي انه مفيش اي حاجة. ورجعت فعلا فتحت المذكرات وكملت قراية، لكن ماما ردت عليا وقالت لي: ده مجرد حلم يا بنتي، والجرح ده وارد ان انت اتجرحتيه وما خدتيش بالك. رديت عليها وانا متعصبة: ازاي يعني يا ماما؟ بقولك انا شفته وانا صاحية، ولما دخلت الأوضة كان واقف معاكم. انا عارفة انك مش هتصدقيني، بس والله ده اللي حصل. ردت عليا ماما وقتها: طيب يا بنتي، بطلي تقعدي قدام المراية كتير وارجعي صلي من تاني، انت بقالك فترة مهملة في الصلاة وده ما ينفعش. انا واثقة انك لو رجعتي تصلي مش هتشوفي حاجة وحشة. حاولت اتقبل كلام ماما وعملت زي ما هي قالت لي. ما قعدتش قدام المراية ومفيش حاجة حصلت، لكن لما جيت اصلي وتفكيري راح للصلاة حسيت بصداع رهيب ما كنتش قادر اتحمله. دخلت الحمام علشان اتوضى وفتحت الحنفية، ورغم اني فتح حنفية المية الساقعة الا ان المية اللي نزلت من الحنفية سخنة وبتغلي. حاولت اقفل الحنفية تاني ووقتها شفته واقف ورايا، بس المرة دي مش ظل اسود، لا، نفس العجوز اللي شفته في الحلم كان واقف ورايا، وعلى وشه علامات غضب. بصيت ورايا ملقتش حد، لكن رجعت بصيت للمراية تاني لقيتها بتتكسر. وفي اللحظة دي بابا وماما كانوا بيخبطوا على الباب، وأنا كنت مشلولة مكاني، خصوصا لما لقيت ايدي متعورة. وفي اللحظة دي بابا كسر الباب ودخل، ولما ماما شافت المنظر رقعت بالصوت. وطلعتني من الحمام، ولقيت بابا بيقول لي: هو انت مجنونة؟ انت كسرت مراية الحمام بإيدك؟ ايدك كلها دم، عملت كده ليه؟ رديت عليه وانا بعيط: انا ما عملتش حاجة وما كسرتش مرايات. وانا قلت لماما على اللي بيحصل معايا بس هي ما صدقتنيش. رد عليا بعصبية وقال: ما امك حكت لي، وانا بقولك كل دي تخاريف. جن ايه وعبط ايه؟ مفيش الكلام ده، انت بس بتوهمي نفسك وطول النهار قاعدة قدام المراية، ما طبيعي لازم تتخيلي بحاجات مش موجودة. ارجعي التزمي تاني في الصلاة وما تقعديش قدام المراية وانت هتبقي كويسة. رديت عليه وانا بص في الارض وقلت له: حاضر. اصلا انا عارفة النقاش والجدال مع بابا مش هيجيب نتيجة، وكلمة حاضر بتريح. امي جابت الشاش وغسلت لي ايدي من الدم وعقمتها كويس ولفت الشاش على ايدي، وانا بجد مش عارفة ازاي ايدي متعورة رغم انه هو اللي كسر المراية مش انا. وبعد ما خلصت ماما خرجت وسابتني لوحدي. قررت ان انام لان كنت حاسة بارهاق وتعب كأني كنت بهد في جبل.
رميت جسمي على السرير ورحت في النوم، لكني صحيت على حاجة غريبة بتحصل. أنا مش تمام، في حاجة غلط حصلت معايا، والقصد حاجة ما بتحصلش غير مع اتنين متجوزين. ده حصل ازاي أنا ما كنتش عارفه. الصداع كان هيفرتك دماغي من كتر التفكير، وعلشان كده قمت ودخلت الحمام من تاني. كنت خايفة ليه معرفش. دخلت وغسلت وشي علشان أفوق وأعرف إيه اللي حصل بالظبط، وبعد تفكير بدأت أقنع نفسي إن دي أوهام ولا يمكن تكون حقيقية أبدا، لحد لما سمعت صوت بيقولي: لا يا سعدية، مش أوهام، واللي حسيت بيه حصل فعلا، وده عادي علشان أنا دلوقتي جوزك. اتلفت حواليا يمين وشمال علشان أفهم فيه إيه، لكن ما كانش في حد. الصوت كان في عقلي أنا وكان بيتكرر: أنا دلوقتي جوزك، أنا دلوقتي جوزك يا سعدية. ومن كتر ما الصوت عمال يعلى أنا صرخت. وفي اللحظة دي دخل بابا وماما على صوتي وأنا بصوت. ماما قالت: لأ، بنتك ما بقتش طبيعية. وأنا بدأت أخاف: اطلع وهتلاقي شيخ الجامع يمكن يعرف يحل الموضوع. لكن بابا رد عليها وقال: هو أنت مجنونة؟ أنت عايزة سيرتنا تبقى على كل لسان؟ بنتك ما فيهاش حاجة، دي بتتدلع علينا شوية. ماما بصت له باستغراب وقالت: بتتدلع علينا؟ هو أنت مش شايف منظر بنتك؟ وبعدين هو كل اللي همك سيرتنا اللي هتبقى على كل لسان، ومش همك بنتك اللي بتضيع مننا دي؟ رد عليها بابا ومتعصب: طيب أنا هسمع كلامك وهجيبه، بس لو بنتك طلعت سليمة هتاخديها وتروح على بيت أهلك، علشان أنا مستحيل أصدق الخرافات دي. وخرج بابا فعلا وغاب نص ساعة، ورجع ومعاه الشيخ عبد التواب، اللي أول لما دخل أوضتي قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. وصلت لهنا في مذكرات جدتي، ومن بعد ما قريت الآيات والأدعية أنا حسيت إن دماغي بتتقل، وغلبني إحساس النوم ونمت. لما فتحت عينيا كنت في مكان مش غريب عليا، أنا قريت عنه قبل كده. بيت كان جميل ومليان أنتيكات شكلها حلو، ولقيت قدامي شاب وسيم جدا كان واقف قرب مني ومسك ايدي، ولقيته بيلبسني خاتم وبيقول لي: تتجوزيني؟ انا رجعت لورا وانا بترعش وخايفة، اما هو فعلى وشه نفس الابتسامة، بس بقت ابتسامة مستفزة، واتكلم وقال: ما تخافيش يا رانيا، وافقي بس على طلبي وانا هعيشك ملكة، القصر ده هيكون ملكك وعشيرتي كلها هتكون تحت امرك. رديت عليه وانا خايفة: هو انت مين؟ ضحك بصوت عالي وقال: انا عظام، ملك من ملوك الجان، وانت هتكوني مراتي، واللي هخلي مصيرك زي مصير جدتك. انا لقيت نفسي بدون وعي عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وعمال اقرأ قرآن، ومرة واحدة لقيته بيصرخ. صرخ وملامح الشاب الوسيم بدأت تتبدل تتغير لشخص عجوز، سنانه متكسرة، عينيه كلها بيضة، ولقيته بيقول لي: انت عارفة عملتي ايه؟ وصرخ، ومع صرخته انا قمت من النوم مفزوعة. لكن اللي شفته قدامي هو قمة الفزع. لقيت نفسي قدام قبر وفي جثة مرمية على الأرض. ما كنتش مصدقة وكنت بتلفت حواليا زي المجنونة، وبحاول أهرب بنظراتي وما بصش للجثة اللي على الأرض علشان دي تبقى جثتي أنا. جثتي أنا اللي مرمية في الأرض قدامي. أنا كنت عارفة واثقة إن كل ده كابوس، ورغم كده قمت وقربت من الجثة اللي على الأرض وأنا خايفة وبترعش. منظر جثتي كان مخيف، عينيا كانت مفتوحة على آخرها وبقي كان متخيط، وفي لحظة وبدون أي مقدمات لقيته واقف في وشي.
هو نفس الشخص اللي بملامح العجوز اللي ظهره محني، واتكلم وقال: هو ده مصيرك يا رانيا لو رفضتي. فكري كويس، حب ليكي مش هيمنعني من موتك. في اللحظة دي سمعت صوت جاي من بعيد بيقرأ آيات من القرآن الكريم، فقت لقيتني على السرير وبابا وماما حواليا. بابا كان ماسك المصحف وبيقرأ منه. أول لما فقت لقيت بابا قرب مني: انت كويسة دلوقتي؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل؟ ردت عليا ماما وقالت: انا قلقت بالليل وقلت ادخل اطمن عليكي، لقيتك بتخرفي بتقولي كلام غريب. ناديت لابوكي وهو قاعد جنبك ويقرأ لي القرآن. كنت بخرف بقول: ايه يا ماما؟ كنت بتقولي ابعد عني، انا مش موافقة. وقلتي كلمة غريبة، قلت كلمة زوم. ايه زوم؟ مع الكلمة دي نور الأوضة بدأ يترعش، لكن المرعب أكتر هي نظرة بابا لماما. أبويا بصلها بصدمة ولقيته خد ماما من إيديها وخرج بيها برا الأوضة. أنا ما كنتش فاهمة هو عمل كده ليه، بس شكل بابا يعرف حاجة، وعلشان كده لما سمع اسم زوم بانت على ملامح الخوف. أنا ما كنتش فاهمة هو عمل كده ليه، بس شكل بابا يعرف حاجة. ده دليل علشان أول لما سمع اسم زوم بانت على ملامح الخوف. وشوية ولقيت بابا وماما داخلين الأوضة من تاني، وبابا قرب مني واتكلم وقال: رانيا، انت آخر واحدة كنت قاعدة مع جدتك قبل ما تموت، احكيلي هي قالتلك ايه؟ ما قالتش حاجة يا بابا، هي بس كان نفسها اني ابقى جنبها وانها تشوفني قبل ما تموت. بص يا بنتي، انا حافظت عليكم السنين اللي فاتت دي كلها، في حاجات مش هقدر احكيها لك دلوقتي، بس اتأكدي ان يوم ما خدت القرار ان احنا نبعد عنها انا خدته علشان مصلحتك انتي. انا مش هستحمل ان انت تتأذي بسببها. طيب ما تحكيلي دلوقتي يا بابا، فهمني ليه كل ده؟ انا شفت كوابيس صعبة قوي وانا نايمة ومش فاهمة حاجة. هيجي اليوم يا رانيا وتعرفي الحقيقة، وهتعرفي ان انا قد ايه بحبكم وانكم اغلى حاجة في حياتي. وبعد ما بابا خلص كلامه خرج وسابني مع ماما. ماما كانت ساكتة، بس كانت بتبصلي بصة وكأني صعبانة عليها. وبعدها خرجت هي كمان. قمت من على السرير، بس اتفزعت لما بصيت على صباعي اللي لقيت فيه جرح زي اللي حكت عنه جدتي بالظبط. ده معناه ايه؟ معناه ان انا اتجوزت جن. لا، اكيد مش حقيقي. بصيت على مكتبي لقيت الكراسة بتاعت جدتي، معرفش ايه اللي وداها على المكتب. قمت من مكاني ورحت ناحية المكتب، فتحت الكراسة علشان اكمل مذكرات جدتي، جايز الاقي حل في المصيبة دي. انا كنت وقفت لما جابوا الشيخ وقرأ بعض الايات والادعية ورجعت اكمل قراية من تاني. انا لو كنت اعرف ان زيارة الشيخ دي هتخلي الامور اسوأ كنت رفضت ان يجي ويعالجني، علشان بعد لما الشيخ خلص ومشي الامور فعلا بدأت تهدى واحدة واحدة. وفي اليوم ده انا نمت من غير ما اشوف اي كوابيس، لكن صحيت من النوم على خبر صدمني. اهل البلد راحوا يصحوا الشيخ علشان يصلي بيهم الفجر، وكأنهم مستغربين ان هو مش موجود في المسجد. لقيوا الشيخ ميت في بيته، وللأسف ما كانش ميت موتة طبيعية، الشيخ كان شانق نفسه في البيت. ومن بعد موته الأمور رجعت تسوء تاني. وقتها جوزوني غصب عني وخلفت ولدين. تقصد بابا وعم كارم، لكن هو فضل معايا وتسبب في موت جوزي اللي مات منتحر هو كمان. ومن بعد موته أنا اتصبت بمرض نادر وما كانش ليه علاج، وبقيت مش بفارق السرير. أنا حكيت كل حاجة لولادي علشان هما يحصنوا نفسهم من الشر ده. لحد هنا ومذكرات جدتي خلصت. وفي اللحظة دي لقيت بابا واقف فوق راسي واتكلم وقال: كل كلمة قريتيها كانت كذب، كل كلمة قريتيها
هي السبب في اللي بيحصل لك دلوقتي. انا ما كنتش عايز احكي لك، بس دلوقتي خلاص لازم تعرفي كل حاجة، وحاولي تتقبلي الحقيقة. جدتك دي كانت شيطانة، ما قدرش انكر انها كانت بتتعامل وحش من اهلها، بس ده مش مبرر للجوء للسحر. ايوه، جدتك هي اللي استدعت الجن اللي اسمه زام. كانت فاكرة انه لما يعشقها هيعرف يحميها من كل اللي حواليها. ما كانتش عارفة انها كده كانت بتفتح طاقة من طاقات جهنم. ولما حصل اللي حصل واجبروها على الجواز من ابويا اللي كان بيعاملها وحش هو كمان، لجأت للجن اللي خلى ابويا ينتحر. وده كان قدام عينيا، كنت بشوفها وهي بتعمل السحر في البيت، لحد لما الجن ده طلبك انتي، وقال انه في يوم ان انتي اللي هتكملي الطريق مكان جدتك. وعلشان انا كنت بخاف عليكي اكتر من نفسي اخدتك انت ووالدتك وبعدنا عنها خالص. بس ما كنتش اعرف ان تفكيرها هيبقى تفكير شيطان حتى وهي على فراش الموت. المذكرات دي فيها حاجة مش طبيعية. لما مسكتيها سلمتك بيها للجن، وانا عملت حسابي لما سمعت اسم الجن اللي شفتيه في حلمك. انا دلوقتي كلمت شيخ كويس وتقي وبتاع ربنا، هيجي دلوقتي علشان يخلصنا من الجن ده للأبد. كنت بسمع بابا وانا مصدومة من الحقيقة. يعني جدتي هي السبب في اللي بيحصل لي دلوقتي؟ هي اللي استدعت الجن ده زمان؟ ازاي واحدة يجيلها قلب تعمل كده في حفيدتها؟ من الصدمة خلتني عيطت. وفي الوقت ده دخل الشيخ وهو بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ يقرأ قرآن كتير جدا. أنا حسيت إن دماغي تقلت ووقعت على الأرض، وشفته كان بيقرب مني وفي إيده زي خنجر كبير، وكل لما الشيخ كان بيقرأ أكتر المسافة اللي بيني وبينه بتطول، لحد لما لقيت مية اتحدفت في وشي، ولقيت الشيخ بيقول الحمد لله خرج بعد ما حرق الطلسم. للأسف الكراسة دي في آخرها كان في طلسم رابط ما بين الجن والبنت. بمجرد ما مسكت الكراسة اتملك منها، بس الحمد لله قدرنا نخرجه. وعلشان نضمن عدم رجوعه تاني لازم نقرب من ربنا، لازم نصلي. الصلاة أهم حاجة رانيا، لازم تقربي من ربنا علشان مفيش أي حاجة تأذيكي. طول ما انت ما بين ايدين ربنا مفيش أي مخلوق يقدر يجي جنبك. انت كنت ضحية لتفكير شيطانة المفروض انها جدتك، لكن هي ما ينفعش تتصنف اصلا من البشر، وكل تصرفاتها كانت نابعة من الجن. احمد ربنا على انه نجاكي وخلي بالك من نفسك. خلص الشيخ كلامه ومشي. كنت حاسة اني تايهة، لكن اول حاجة عملتها قمت من مكاني وصليت ركعتين لله. حمدت ربنا انه نجاني، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. مهما كانت صلة قرابتك بشخص ما تدلهوش الأمان. فعلا الطعنة بتيجي من أقرب الناس لينا، وعلى قد ما أنا مصدومة فيها ألا إني بشكر والدي إن هو بعدني عنها زمان. وبكده خلصت حكايتنا. لو عجبتك سيب لنا التعليق الحلو بتاعك، وما تنساش تشترك بالقناة لو كنت لسه مشتركتش. سلام.